السلام عليكم ورحمة الله. كيف أحوالكم أعزائي الكرام؟ أتمنى أن تفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. اليوم سوف نتحدث عن تفسير حلم الفسيخ. هو طلب كتير جدا، فقررنا إن احنا نقول التفسير بتاعه. هو دلالة على المال الكثير والمكسب. هو من الرؤية الكويسة في الحلم، لأن في ناس كتير كانت معتقدة إنه من الرؤى الغير مستحبة أو هو شر. هو رؤية بيع الفسيخ في الحلم برضو دلالة على إيه؟ زوال الصعاب والتحديات والهموم، وأخذ الفسيخ من زوجتك في المنام فهو بيدل على خير ومنفعة بتكون هي سبب فيها. يعني إن زوجتك تعطيك الفسيخ في المنام، سواء كانت تبيعه أو اشترته وبتعطي لك إياه، فهذا دليل على أنها سوف تعطيك منفعة في المستقبل، وهي سوف تكون سبب في المستقبل لمنفعة لك. فإذا كانت تنوي على مشروع أو تنوي على سفر أو تنوي على شيء هي كانت مقترحه لك، فتوكل على الله، لأنه من الخير التي ستقدمه لك في المستقبل. وهذا دليل في الرؤية بأنها هي من سترشدك إلى الطريق الصحيح. ده تفسير حلم الفسيخ إذا كان للمتزوجة أو للرجل. فهو يعني إذا رأى الشخص في نومه الفسيخ بجميع أحجامه هو نفس التفسير، وهو بيدل على الحظ الجيد، ودي إشارة وبشارة بالخير. والله أعلى وأعلم، وأرجو أن أكون فدتكم في هذا الفيديو. وإذا كان في اختلاف في الحلم أرجو كتابته في تعليق، وسيتم الرد بإذن الله.